ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. صحيح طيب. بس انا عايزه بس رامي تظبط لي بقى الحاجات وظبط زوايانا علشان لما ننزل تحت. انا بس عايزاك ما تبقاش مخضوض عشان دي مستشفى امراض نفسيه، فانا بس اقول لك الحكايه اللي بتحصل. لا ابدا ابدا، بالعكس دي حالات مرضيه زيها زي اي مرض تاني، فلازم الواحد يبقى يعني سهلتها عليا. بقول لك ايه دلوقتي، انا حضرتك انا عارفه ان انت انا ما قلتلكش الموضوع، بس هو القناه بتاعتنا بتعمل تبرع كأن حضرتك الضيف هو اللي متبرع بيه للحاله اللي موجوده النهارده اللي هنتبرع لها النهارده. بس عشان نشجع الناس كمان تتبرع، لان الناس ما بتتبرعش للحالات النفسيه. لا ازاي ده؟ انت لو قلت لي من قبل كده كنت عملت شيك او حاجه او كنت جبتها معايا فلوس. ربنا دي القناة يخليك. لا انا اجيب المره الجايه مبلغ ونتفاهم. كلك ذوق والله، كلك ذوق. طب ننزل ممكن اتفضلوا على تمام، يلا يا رب. دكتور خالد. احنا جينا على خناقه. ها في اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي الصحه؟ الله يخليك. اهلا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ انا سامعاك حضرتك ماما ايه؟ بتزعلها ليه طيب وما سامعاك بتشد معاها؟ ما بتزعقهاش حضرتك. لا هي في مشكلة، هم مش راضيين يسلموني البنت. ليه حضرتك؟ طب يملك معلش ايه؟ ثانيه واحده كده. رامي ممكن نسجل بقى مشكلتها دي بقى انا بالمره ده؟ معلش ايه يا فندم؟ نسجل بقى، ندور الكاميرا ونسجل مشكلتها وهي بتحكي لنا. زي ما تشوف يا فندم. طب يلا يا رامي ظبط. معلش انت استاذنك هتقولي لنا المشكله اللي عندك دلوقتي قدام الكاميرا. اوكي يلا بينا. اتفضل. داير. ومعانا النهارده والده ايمي اللي تمثلت للشفاء، واستاذ سليمان عيد النجم المحبوب بتاعنا جاي ياخدها وياخد بايدها كده ويسلمها لمامتها. انا بس ممكن تسمحي لنا نقعد وتحكي لنا عن المشكله؟ اتفضل. مدام سهير. ايوه ممكن تحكي؟ الله يخليكي. ممكن تحكي لنا ايه المشكله؟ احنا النهارده المفروض بنتك هتخرج وتمثلت للشفاء، ممكن تحكي لنا انا واستاذ سليمان ايه اللي حاصل؟ هي المشكلة عندي يا استاذة شيماء دلوقتي انه عايزين حد يستلمها معايا حضرتك، لان انا من 12 سنة كنت هنا في المستشفى. من 12 سنه كنت حضرتك مريضه؟ انا بنت ناس يا استاذة. ابوها انفصل عننا وكنت انا بربي البنت. فحصلت ظروف وجيت، والحمد لله انا بقالي 12 سنة خفة وعايزة اخرج بنتي لحضني ونقعد. طب حضرتك كنت مريضه نفسيه يعني ولا مريضه؟ زي ايمي. مدمنة حضرتك. ما فيهاش حاجه، ده كلها حضرتك كنت تمنع ان هي تستلمها، لازم يبقى في حد ضامن معاها. الكلام ده من 12 سنة يا دكتور. ماشي، بس القوانين ماشية عندنا كده. ايوه انا ضامن يا سيدي، مش يا سيدي مشكلة. انا كمان ضامنه. الروتين ده والحاجات دي هي اللي بتعطلنا على فكره. حضرتك الروتين، افرض مفيش حد ضامن، مامتها ما تاخدهاش ليه؟ عشان القوانين عايزة كده. لا القوانين دي هتعطلنا في حاجات كتيره، واحنا اصلا بايظين بسبب القوانين البايظه. عندك حق والله يا استاذ سليمان، والله عندك حق. وبعدين احنا حتى التبرع يا استاذ ما فيش اي مشكله. بصوا انا سعيده بوجودي معاك، وانا بس هقدم الضيف بتاعي ونقوم نطلع للدكتور مع بعض. قولي دقيقتين اقدم الضيف. اتفضل. استاذ ادم. طب تعالى هنا. معلش لسه كده شويه داخله بس بتاعتنا عشان احنا متبيض وجاي يزور النهارده حاله تمثلت للشفاء، وكرمنا بتبرع للحاله، وان شاء الله تكون حلقه كويسه ونبقى مبسوطين مع استاذ سليمان عيد. ان شاء الله. وانا سعيد جدا ان انا يعني اساعد ام وبنتها في حاجه زي كده جدا، يعني ده عندي يعني ما يتقدرش بفلوس. يا استاذه الدكتور منتظركم. حاضر ثواني. اتفضل يا فندم. اتفضلي. نجيب بنت حضرتك ان شاء الله. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. ادخل. اديله فتره ولا فندم. وصلوا؟ استاذ اهلا وسهلا. استاذه شيماء. اهلا. والاستاذه ام المريضه. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك يا باشا؟ اخبارك ايه؟ اتفضلي اتفضلي. اهلا امرني بحاجه يا دكتور. شكرا يا اشرف. منور يا استاذ. ربنا يخليك يا اشرف. اهلا وسهلا. خليك. على فكره انا كنت منتظركم من نص ساعه فاتت على فكره. ايه يا دكتور انت بتعدي علينا؟ كويس ان احنا نص ساعه الطريق بره واقف مميت. كويس ان احنا جينا. صح؟ زحمه قوي. مش كده؟ طبعا. والله انا هقول لك على حاجه بيغفر لكم وجود النجم الجميل معاكم. ربنا يخليك يا فندم، اشكرك جدا على ذوقك. ربنا يخليك.
ربنا يخليك. انا بس كان زعلان من حاجه يعني. خير. مامتها جايه تاخدها. أيوة. فايه المانع انها تاخدها من غير ما اي حد يمضي ومش يمضي؟ افرض انا مش موجود، يعني انا همضي لها عادي مفيش، بس افرض انا مش موجود حضرتك وانا إيه كمان المانع؟ همضي، ما عنديش اي مشكله. انتوا ليه ما تمضوش؟ اي حد يعني يا دكتور. ده سؤال جميل جدا. اول حاجه انا بشكركم ان انتوا هتمضوا. تاني حاجه اللي انتوا ما تعرفوش ان قوانين المستشفيات او الاماكن المصحات زي كده ما ينفعش هي بالذات انها تمضي على استلامها. مفيش داعي للكلام ده بقى. خلاص يا دكتور احنا مش عايزين. الكلام ده عدى عليه 12 سنه، انت بتتكلم في قديم. خلاص لا، خليها. حضرتك احنا عشان خاطرنا مش اشكال. انا نسيت يعني لا، تعرفوا الاسم على بعض. موجود، أنا دكتور عارف عقل مدير المستشفى موقع صاحبنا. طيب اهلا وسهلا. امور حضرتك. يعني النجم مش عايز تساله اي اسئله؟ انا عايز اقول له بس نمضي على الاستماره وناخد البنت ونمشي. عشان هو جاي مخصوص ليها صراحه. الحقيقه انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا قليل جدا جدا لما بيجي لي اي تبرعات، خلي بالك. وانا اللي عامله في هذا المكان بالمجهود الذاتي. تمام. بالمجهود الذاتي. طبعا. وربنا يشهد عليا. اهو النجم هو جاي لك بالتبرع، بس وكل هي- النجوم اللي بيجوا لك ربنا الحمد لله ربنا بيرزقك يخليك. كل شويه تبرعات للناس الكريمه شاكر. اللي زي دي. أنا بس هي شاكر. حضرتك هي الحاله بتاعتها. تسلم ربنا يخليك. الاستاذ سليمان. الله يخليك. الحاله بتاعتها يا فندم أيوة. خفت الحمد لله تمام يعني. انا هقول لحضرتك حاجه. بصراحه انا ما فيش حاله بتخش لي الا لما يبقى نسبه نجاحها وشفائها 100%. طب الحمد لله. هاتها بقى عشان نشوفها. وده فضل الحمد لله. من عند ربنا عز وجل. الحمد لله. تأمر لنا انا بيه. هجيبها لك. ربنا حاضر يخليك. حاضر. هي كانت الحلقه ايه؟ يا منى هي ادمان. ابعتي لي لو سمحتي. اتفضلي. يعني العلاج في المستشفيات مش كل حاجه. الاراده وقوه العزيمه اهم حاجه. ولو ادخل. دخلت. اهلا يا ايمي. تعالي خش. ازيك يا ايمن؟ لاني قمر. لا ما شاء الله جميله عسل. اتفضلي. اه يا ايمي. سلام على ماما. سلمي على ماما. سلمت عليك. انت عامل ايه منورنا؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك؟ ما شاء الله زي الفل يا جماعه اهي. عروسه ما شاء الله. الحمد انت لله. هتخرجي النهارده مع ماما. انت عرفتي؟ بحبك جدا. عرفت طبعا. عرفت انت جاي. انبسطت جدا. ربنا انت يخليك. بتحبيه يا ايمي؟ جدا. بتشوفي اعماله؟ كتير قوي. عندك حاجه هتعملها قريب؟ عمل سيت كوم في رمضان وشويه برامج كده وحاجات يلا كوميدي. عليك طبعا. نجي بقى بره يلا. اتفرج عليك اكيد. المهم بس انت تبقي جميله ومبسوطه، انت مرتاحه وخلاص تمام مبسوطه. الحمد لله. حاسه انك يعني تمام. الحمد لله. طب خلاص يعني. الاستاذ سليمان مضى معايا الورق لماما علشان نخرج. مالك يا ايمي بس؟ يا انت بتسوقي ماما كده ليه؟ ماما بتسوقيها كده ليه يا ماما حبيبتي؟ ماما هي اللي جابتني هنا اصلا، وهي اللي جايبه لي المشاكل مبهدلاني في حياتي يعني. لا يا ماما دي ماما. معلش يا ايمي. ماما كانت عيانه زمان، فكان لو حاجه عملتها غلط غصب ما هو عنها. عياها ده هو اللي هي كانت بتعمله، ده هو السبب في ان بابا يسيبها اصلا. معلش. ويسيبنا احنا كمان. ده انا ماضي بقى. واخواتي يعني بصي. اتبهدلنا وبقينا شبه الكلام ده مش مشردين. وقته يا ايمي. انا هقول لك. يعني كمان احنا مدارس خرجت يا ماما بنتكلم في البيت. مفيش داعي لا الكلام. لحظه واحده يا حبيبتي انا بس عرفت هقول. دي دلوقتي. مفيش داعي الكلام ده، لا مش وقته. بالراحه بس عليها برضه يا مدام. بالراحه يا مدام. حبيبتي مفيش بالراحة عليها بيت برضه يا من غير مدام. مشاكل، ومفيش بيت ما عندوش اي ازمات. لو كل واحد بص للازمات هنقف عندها ومش هنخلص، لكن اهم حاجه نبص لبكره. دي منطق في النهايه. اي مشكله تحصل بتنتهي وننساها ونرميها ورا ظهرنا ونفكر في اللي جاي. طبعا. عشان خاطري دي ماما، لو سمحتي حسي باحساس تاني خالص غير اللي انت فيه ده. ما حرام دي تزعليش كانت مني. بتعيط تحت وقاعده متبهدله عشان تطلعك. خلاص اهي خلاص الحمد لله. يا حبيبتي. تمام، الحمد لله. الله بحبايبها الحمد لله. طب يا دكتور تقول لنا بس بالحاجه علشان نمضي على الحاجات بتاعتها. قوي. اتفضل. حاضر حاضر. معلش معطلين حضرتك، يا منى. بس احنا فرحانين، احنا ابعتي عايزين لي أوراق الاستلام لو تعزموني سمحتي. في البيت كده. ايوه بسرعه. وهي كمان مرت بفتره لازم ادخل. تبقي عامله حسابك ان معلش لا خير ان شاء الله. انت بس يعني الصبر على المشاكل. بنوته زي القمر كده يعني. ايمي ولا وهنا طب وقفتي عند سنه معينه؟ وهنا عند 13 وهنا وهنا.
موضوع لا خلاص. طيب ربنا انت تكملي بقى، شوفي اي مشاكل عندك في التعليم انا تحت امرك فيها. عايزه مدرسين خصوصي عندك في البيت اجيبهم حاضر. لك. فين؟ حاضر. امور يعني. حاضر. يلا يا ستي. انا ممكن اخد دروس بس عشان اشوف حضرتك على طول. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. حاجات ما تتقالش يعني، المفروض معروفه فطره كده. الاسم ثلاثي بعد عند الاسم التاني. ثلاثي. هنا أيوة. عند التاني. ايوه. سليمان. اتفضل يا فندم. جيب له الصفحه، جيب له. رقم لازم البطاقه، اشمعنى انا رقم بطاقتي؟ غير. حاضر. طب بص طبعا جدا. انا بص خد لو عايز هنصورها انا ونجيبها مش محتاج بطاقتي؟ وش كده يا جماعه. أهو. ما ينفعش كده. البطاقه بعد اذنك. اتفضل. طب نمضي على الورقه الثالثه وانا هبقى اكتب رقم البطاقه. طيب اتفضل. شكرا يا نجم. ايوه وهتضيع البطايق. البطايق. اتفضل. شكرا. اتفضل. اظن بعد كده اتعرفنا على بعض الحمد لله. وظبطنا المسائل تمام. ويلا حضرنا نفسك عشان هتمشوا مع جميل. يلا اتفضل. مبروك مبروك الف مبروك يا ايمي. الف مبروك يا مبروك. حلوه. طبعا اكيد هتجيبوها بقى. لما تنجحي من الجامعه وفرحك كده، اي مناسبه سعيده تعزميني فيها تبقى معاك على طول. باي باي يا حبيبي. مبروك. اتفضلي اتفضلي. باي باي. يلا اتفضلي. بالراحه. باي. على فكره إيمي دكتور، مش مبسوطه. عند حضرتك مشكله هنا في العمال، يعني ايه بتاع الامن كده اهو، وانت عندك مرضى نفسيين. الدكتور هنا تعالي شوف بيسحب الام ازاي بالايد كده، لازم الحكايه دي يبقى فيها مواد. انا مش عارفه بصراحه يا دكتور، يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك انا ما صورتش على الحاله اللي انا الاستاذ مضى عليها وانا مضيت عليها ودفع التبرع، اصور مع مين انا دلوقتي؟ دكتور عقل بالعقل كده. نعم. هي صورت مع مامة حاله، حضرتك يعني ما ينفعش تطلع الحلقه كده من غير الحاله نفسها. يا سيدي لو انت عاوز تصور مع 40 حلقه مستعد خليكم تصوروا مع 40 حلقه بس بعد ساعه ونص كده. ساعه ونص ليه يا دكتور؟ أيوة. ساعه ونص ايه؟ هو يا كده دكتور ساعة. هي تصور مع مامة حاله وتطلع حاله ثانيه معاها في نفس الحلقه. بعد إذن حضراتكم. هننصب على الناس. انا منتظر دلوقتي حاله جايه لي. طب احنا كمان منتظرين بطايقنا بس الاستاذ يجي بيها لا معانا. هو هيجي دلوقتي حالا ثواني. انا اسفه ادخل يا استاذ سليمان. تعال. ممكن كلمه دكتور؟ ايه؟ السؤال اللي بنخليه اتخانقوا مع بعض. زباين الزباين يا دكتور مالهم؟ اتخانقوا مع بعض. خانقوا؟ اه وبعدين؟ وبعدين مخبوله قالت لها تقول لها انت في المستشفى وخليكي قاعده خلي الممثلين والدكتور ينفعك في المستشفى. خدت بعضها ومشيت. وانت ما جريتش ورايا ليه؟ جريت وراها بس ما لحقتهاش رجلي في التاكسي. طب روح انت نفسك. ماشي الدكتور يخليك. ماشي. حضرتك ايه ده؟ الكلام ده عن الحلقه، انهي حلقه فيهم؟ نعم. الحلقه اللي كانت معانا مامتها مشيت مفيش مشكله يا فندم. ايه يا نجم؟ وامها سابتها ومشيت؟ ايه المشكله؟ يعني البنت دلوقتي تحت وامها سابتها ومشيت؟ ايه المشكله يا فندم؟ يا حول الله يا رب. يا منى يا حول الله يا ربي. يا حول الله. ابعتي لي اوراق لو سمحت. لا اله الا يلا. الله. لا اله الا الله. معلش لا هنتكلم مامتها تاني نجيبها اكيد، بس هو نلمهم يعني لو معاك حضرتك موبايل مامتها كلمها لنا. ساعتك تكلم مامتها تكلم اي حد ما فيش مشكله. ساعتك مضيت على ورق والورق هتستلم بيه الجثه اللي عندنا وخلاص. ايه المشكله؟ بص حضرتك الملف السهل يعني، بص. حضرتك دي مريضه الحاله. ادخل تعال. يا حبيبتي. حضرتك البطايق احنا عايزين مع- بطايق عشان نمشي. لو نكلم حضرتك ممكن تكلم مامة ايمي تقول لها ان انا عايزها بعد اذنك يعني كلموها تاني وقول لها ان انا عايزها لان انا ممكن حضرتك يا سليمان بيه امورني يا فندم. ساعتك هتاخد البطايق مم. وهتاخد اني إيه؟ في الحفظ والصوم وتتكل على الله. ايمي مين؟ اخد ايمي مين يا حضرتك؟ اللي هتيجي دلوقتي أنا- دي مريضه يا باشا. يا فندم انا عندي في البيت ناس مرضى كتير، انا نفسي مريض يا ده عم. هي في عهد سعادتك من دلوقتي. يا عم سيبك من القانون وسيبك من الامضاء والكلام، مش هاخدها ما معايا. ينفعش. ما ينفعش ايه؟ والله ما ايه اللي ما ينفعش يلا يا والله استاذ ولا انت ما بقول لك يلا نمشي يلا بلاش وجع عم قلب. انت بص هقول لك على حاجه، انت انت اللي هتستلمها بقى، استلمها
ووريني بقى الامضه دي هتعمل بيها ايه. اعمل ما بدأ. ماشي. يلا يا ست تعالى هنا اتفضلي. يا باشا، رايح فين؟ والله شيل ايدك، شيل ما ايدك، ينفعش. شيل ايدك ما ينفعش سعادتك ان انت تمشي من غير ايمي. يلا يا ايمي. يلا يا ابني. لا 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 هات الورق، هات الورق، هات الورق يا أستاذ ست سليمان. الورق يشربوا يلبس لا 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 ما يبلوا تعملش، يشربوا. هيعملنا مصيبه، هيعملنا مصيبه. فين يا فندم؟ ما ينفعش ما ينفعش سعادتك ارتاح كده سعادتك ارتاح لغايه لما تيجي ايمي وسعادتك تستلمها. لا 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 ده مش طبيعي، مش طبيعي. يلا يلا يلا. اقعدي، لا اقعدي. هو صح برضه، هو صح. هو ساعات انا ممكن تكون انفعلنا شويه، يعني افورنا ان احنا اسفين يا دكتور. هات ايه؟ لا انا اسف ولا حاجه. سعادتك دلوقتي هتيجي موقع معاك ايمي. حضرتك اللي تؤمر بيه ايه تاني؟ ابدا سعادتك هتاخد ايمي وبسلامه الله، واحنا الف شكر يا فندم. العفو يا فندم. بس اتفضل. سعادتك مسؤول منها من اللحظه دي. اتفضل يا فندم، هات لنا ايه؟ جاي. نجيب لنا ايه نعمل بيها يا سليمان؟ اصبري نعمل بس، بيها ايه؟ اصبري، انا هكلم ناس اعرفها، كلم اي حد. هكلم اي مسؤول بقى يا شيشو. ده مستشفى ده انا مش يلا يا متخيلة. مرة. يلا بسرعه. طيب شفتك عند ناس. يلا. انا والنبي ما تسيبش الورق ده عنده. يا وائل بيه، انا في مستشفى، اسمها ايه المستشفى دي؟ دار عقل نوفل في 6 اكتوبر. حي في متميز. دار عقل نوفل في 6 اكتوبر. حي متميز. قال هنا، قال لي لازم امضي مع مامتها عشان استلمها. مامتها اتخانقت معاها ومشيت، وبيقول لي انا استلمها، لازم استلمها، وحاله تعبانه ممكن يكون تعمل في نفسها حاجه في السكه والبس انا مصيبه. قول له ان انت جاي تعمل خير، عمل خير. وجاي اعمل عمل خيري اصلا مع مذيعه وبرنامج وكده، فجاه لقيت الدكتور مصر ان انا اخد، قول له المذيعه مضت. والمذيعه مضت معايا، بس ما تاخرش عليا وائل بيه، ربنا يخليك. على فكره انا ممكن اقفل لك المستشفى، لان اللي بتعمله مش قانون. لا مش بكلمك واقفل لك المستشفى عافيه، اقفل لك المستشفى بالقانون. سعادتك كل واحد في الحياه من حقه يحلم. يحلم. انت على فكره مستفز. شكرا. مستفز. اشكرك. كل واحد في الحياه من حقه يحلم، بس يا ترى هل هذا الحلم هيتحقق ولا لا؟ انا مش بتكلم في كده. انا وائل بيه ده مأمور اسم ال 6 اكتوبر، المنطقه اللي انت فيها دي. ده هيجي دلوقتي حضرتك بالسلامه، المكان ده هيتشمع بالاحمر ومش هيبقى فيه اي حاجه ثانيه. انت اللي بتاذي نفسك. ده حلم سعادتك. مش حلم، ده حقيقه، وهتشوف. اصبر بس. عموما سعادتك انت شرفتنا. الله يخليك. وفرصه سعيده قوي قوي. الله يكرمك. يا منى حضرت ايه؟ يلا. ايه هتيجي ساعتك دلوقتي؟ وانت ايه هتمشي وتسيبنا ولا ايه؟ وائل بيه برضه هيجي. وانت هتسيبنا وهتمشي ولا ايه؟ يعني ايه ما هتيجي وانت قايم ماشي يعني ولا لا ايه؟ ما هو ساعتك هي هتيجي المباراه دلوقتي، هيجي اخواتها ونتكل على الله. والباشا متشكرين جدا يا باشا. لا يا بيه، انا قاعد مستني وائل بيه. سليمان انت اتصلت بحد بجد؟ كلمت وائل بيه عشان يجي يشوف وائل بيه ده تبع مين ولا فين ولا ايه؟ ده صاحبي ظابط هنا في ظهركم، هيجي هنا في 5 دقايق. ظهرنا ايه؟ اسمع بس كلمه قول له ما يجيش. ما يجيش ليه؟ ما يجيش لا ما يجيش. ليه ما يجيش؟ خلينا نشوف الدكتور اللي بيقول لنا هتستلموا ايمي بالعافيه ده. لا ايمي ايه؟ انا عامله فيك مقلب، ده مش دكتور ولا دي المستشفى. ده مقلب، ده كمين. ده كمين. في الانسانيات بتعملوا كمين؟ انا اسفه بس كلم الراجل، كلمه بجد، انا هيتحرك بس يبقى مصيبه. ايوه، وايمي دي هنعمل فيها ايه؟ ايمي دي كلهم ممثلين يا سليمان والله العظيم. بتتكلمي بجد ولا دي مستشفى، ده كمين في مستشفى المجانين لرمضان. والله انا لا دكتور ده مش ولا صاحب المستشفى. كلمه. والله كلمه بجد، مش هزار، ما فيهاش هزار. ايه يلا خدها بقى. انت مش عيانه طب انا كمان ايه بقى اللي حضرتك مش شايفه ده كله كاميرات الصور. انا كمان ما كلمتش وائل بيه وكان بس كلكم شاطرين. يلا بقى ناخد صورة. فرصه سعيده.